السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهارده العزازية بطريقتي كده، ويا رب تكون ايه تعجبكم. حاجة بقى حلوة كده جميلة جدا، مش تاخد منك وقت خالص. يلا خطوة بخطوة كده نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كوباية من المكرونة، أي نوع مكرونة عندك، ومعايا كوبايتين لبن وكوباية سكر واتنين معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقتين كبار قشطة، ومعايا النشا طبعا وفانيليا. أول حاجة هحط كوباية مية واحط وانزل عليها بكوبايه من المكرونه. مكرونه بقى سباكيتشي، مكرونه قلم، اي نوع مكرونه. بعد ما اتسلقت كده هسيب بس شويه ميه صغيره فيها، وهنزل عليها ايه في الخلاط كده، وعليها كوبايه اللبن وكوبايه الايه السكر ومعلقتين القشطه. اي بقى حته قشطه، طبعا غليت اللبن وفي قشطه بلدي جبتيها. هنزل عليها طبعا بالمعلقتين الكبار من كريم شانتيه، نضربهم حلو قوي كده بالخلاط. بس عاملين ازاي ما شاء الله. هنزل بقى بكوبايه اللبن اللي احنا سبناها في اللبانة كده، وهنزل برضو بالخليط وايديا فيه واحدة واحدة كده عشان ما يكلكعش مني. هجيب بقى كده بتاع ربع كوباية من المية وعليهم معلقتين مش مليانين قوي نشا، ونقلبهم حلو قوي كده، وهنزل عليهم ايه على الخليط، وبرضو ايديا بالايه بالمضرب. ضلي بقى اضربي كده حلو قوي لغاية ما الايه السمك بتاعها كده يتخن كده، يبقى جميل معاكي كده. هجيب بقى الفانيليا، واول ما احط الفانيليا تقليبتين كده وهطفي عليه. هجيب بقى الصينية واحط فيها سمنة بلدي، وهنزل بالخليط كله كده مع بعض، وهسيبها تشمع شوية عشان الوش ايه ينشف. هتاخد مثلا بتاع نص ساعة. هجيب برضو كده الفرشة بالسمنة البلدي واخد الوش كده حلو. السمنة ازاي ما شاء الله، اما شمعت بقى الوش ايه ناعم، وادخلها بقى الفرن. هتاخد بس بتاع ربع ساعة. بس عاملة ازاي. هاخدها بقى كده واحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. لو هتحطيها ليوم تاني يوم برضو الصبح هيبقى حلو اوي. ونقطعها بقى ايه، نشوف بقى كده الخلطة ايه هتطلع معانا ايه. عايزة اقولك ريحتها جميلة جدا، وحاجة حلوة للأولاد، وفي نفس الوقت مغذية. طلعها بقى، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس الخلطة عاملة ازاي. أتمنى يا رب تجربوها. ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. بصي، الله الله الله. أشوفكم على ألف خير في رعاية الله حبايبي.